من أعماق التاريخ ومن بين الشرق والغرب نروي لكم أمجاد العصور مع بدوي. إحساسك إيه لو قابلت مدمن في الشارع؟ طيب نظرتك له هتكون إزاي؟ يا ترى تنظر له كشخص مريض يستحق العلاج ولا كمجرم يستحق العقاب؟ طيب تعرف إن كان في مستشفيات في مصر في القرن التاسع الميلادي والقرن ال12 الميلادي بتعالج موضوع الإدمان والاضطرابات السلوكية والنفسية؟ تعالوا نحكي الحكاية من الأول. لكن قبل ما نبدأ أنا عايز أقول لكل شاب بيسمعني دلوقتي، الإدمان عمره ما بدأ بإن واحد صحي من النوم لقى نفسه عايز يبقى مدمن. الإدمان بيبدأ بخطوة صغيرة جدا، لحظة ضعف أو فضول أو تجربة أو مصاحبة شخص يكون سيء الطبع. لكن للأسف الخطوة الصغيرة ديت ممكن تفتح باب كبير جدا من الندم. المخدرات والخمور عمرها ما ادت حد قوة، بالعكس بتسحب قوته واحدة واحدة، وأحيانا بتاخد عمره كله. الإدمان ببساطة هو حالة مرضية بتصيب العقل والسلوك، وبتخلي الإنسان غير قادر على مقاومة رغبته في مادة معينة، ومع مرور الوقت المادة دي بتسيطر على المخ وعلى طريقة شغله كمان. المدمن مش بيتعاطى عشان بينبسط بس، لكن بيوصل بيه الحال في وقت معين انه مش قادر يعيش من غير المادة دي، لان ببساطة المخ بيشتغل بنظام المكافأة. وده معناه ان الانسان كل ما بيتعاطى مادة مخدرة المخ بيديله احساس بالارتياح، لكن بعد فترة المخ بيبقى عايز جرعة زيادة، تانية، تالتة، رابعة، لحد ما الانسان بقى اسير للمادة ديت، واللي كان فاكر في يوم من الايام انها مجرد تجربة وهتعدي. طيب ايه اشهر انواع الادمان؟ اول نوع هو ادمان الكحوليات. الكحوليات بتعتبر من اقدم انواع المخدرات اللي ظهرت واللي عرفها الانسان على سطح الارض. واول شعب عرف ادمان الكحوليات هو الشعب الصيني، وكان بيستخرج الكحوليات ديت من الشعير، من الارز، من البطاطا، وكان عندهم مشروبات كحولية بيسموها جيو. وبعد فترة بالتواصل مع الرومان واليونان بدأوا يصنعوا الكحوليات من النبيذ أو من العنب. أما النوع الثاني فهو إدمان المواد المخدرة، سواء كانت مواد طبيعية أو مواد صناعية. المواد الطبيعية زي إيه؟ زي الحشيش، الأفيون، القاط. أما المواد المصنعة فهي زي الاستروكس والشادو وغيرها من المخدرات المصنعة. وكل ما بتتقدم صناعة المخدرات كل ما بتظهر أنواع جديدة أكثر سرعة في تدمير الإنسان. خلونا نتكلم عن أشهر نوع من المواد الطبيعية اللي الإنسان بيدمنها، وهي مخدر الحشيش أو القنب الهندي. أول شعب عرف زراعة القنب واستخدامه هم الصينيين، والكلام ده كان في عصر الإمبراطور شينينج سنة 2737 قبل الميلاد. وفي القرن السابع قبل الميلاد استخدموا الأشوريين في احتفالاتهم الدينية. الهنود كمان عرفوه في الطقوس الدينية عندهم، ثم وصل للعالم الإسلامي في العصور الوسطى، وتحديدا في بلاد فارس في قلعة ألموت على إيد طائفة شيعية تسمى الحشاشين بزعامة قائدهم حسن الصباح، واللي انتشرت في العالم الإسلامي بعد كده، وأصبح الطائفة أو طائفة الحشاشين مرتبطة بهذا النوع من المخدر. تاني نوع من المخدرات اللي بتستخرج من مواد طبيعية هي الأفيون. والأفيون بيستخرج من نبات اسمه نبات الخشخاش. وأول شعب استخدم نبات الخشخاش كانوا سكان وسط آسيا من آلاف السنين، وبعدين اتنقل لمصر القديمة واستخدموا المصريين في علاج بعض الأمراض، ثم انتقل إلى السومريين، واللي ذكرت الألواح السومرية استخدامهم لنبات الأفيون في تأدية بعض الطقوس الدينية أو في علاج الأمراض. وذكرت الألواح السومرية موسم حصاد نبات الخشخاش منذ أكثر من 5000 سنة قبل الميلاد. ومشكلة الأفيون بدأت لما تحول الدواء إلى عادة، والعادة مع مرور الوقت تحولت إلى الإدمان. أما العرب فعرفوا الأفيون في العصور الوسطى واستخدموا ابن سينا في علاج أكثر من مرض، ومنها أمراض خاصة بالصدر وأمراض خاصة بالأعصاب. لكن المشكلة بدأت لما تحول الاستخدام الطبي إلى الإدمان. لو رجعنا العصر الإسلامي هنلاقي إن فكرة علاج المرضى النفسيين والمدمنين ومصابي الاضطرابات السلوكية كانت موجودة في مصر بالفعل. ومن أشهر المستشفيات اللي بتعالج مشكلة الإدمان في مصر كان بيمارستان أحمد ابن طولون في القرن التاسع الميلادي. وكلمة بيمارستان معناها مستشفى. البيمارستان ده كان بيسمح بدخول المرضى في الأقسام النفسية، ولما كان المريض بيدخل بيمارستان المفروض
انه بيسلم كل متعلقاته الشخصيه ويبدا رحله العلاج، ولما تنتهي رحله العلاج لا يسمح بالخروج الا اذا الطبيب ادى الامر ده. وده اللي بيحصل دلوقتي في مستشفيات علاج الادمان. وبعد بكرون جلبي مرستان المنصوري او المستشفى المنصوري اللي انشاه المنصور قلاوون في القاهره في العصر المملوكي، واللي كان فيه قاعات مخصصه لعلاج المرض النفسي، وكمان من ضمن اطراف او اسباب او وسائل العلاج كانت الموسيقى او الحكائين اللي بيحكوا الحكايات للمرضى النفسيين، او ممارسه الرياضه، ودي بتشابه تماما الطرق اللي موجوده دلوقتي في علاج الادمان. وفي النهايه لو عندك مشكله لازم تواجهها، لو حاسس انك مضغوط اتكلم مع حد تكون تثق فيه، لو محتاج اي مساعده اطلبها من غير خجل. افتكر دايما ان الرجوله مش انك تهرب من الواقع، الرجوله انك تواجه الواقع ده، وحافظ على عقلك لان اغلى حاجه ربنا اداها لك لا فلوسك ولا منصبك، لكن العقل اللي ربنا ميزك بيه. خليك دايما اقوى من الادمان قبل ما الادمان يبقى اقوى منك. استنونا في حلقه جديده من برنامج مع بدوي.